انا اتخوف كلش لما احد يقول لي هاك تلفون فئة اقتصادية، لان اسعارها طبيعيا تكون قريبة كلش على دون المتوسطة، والاهم تلقاهم مقصرين من نواحي معينة بالجهاز. بس هذا هو السي 61 من بوكو اللي راح يغير هالمعادلة بسعر $79 بس. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا بداية وين التصميم، اطار كاميرا بلون ذهبي بارز من الخلف وظهره زجاجي بس بفريم معدني، كومبو رهيب كلش. الهاتف فئة اقتصادية بحتة طبعا مع وجود بصمات الاصابع، واللي لازم تشيل وياك كلينكس لو وصله وين ما تروح. لا كذب. وبذكر الفريم عندك اليو اس بي سي اللي هو منفذ الشحن، واكيد سماعة فردية على الجهاز، واخيرا منفذ ال 3.5 للسماعة الخارجية. باكج حلو لطيف وما عليه اي غبار، وحتى لو تجي للصوت او صوت السماعة ممتاز كأداء بهيج فئة سعرية. مثلا عندك اليوتيوب حتى تجربة الاستمتاع بالصوت مالته تكون ممتازة كلش كفئة سعرية. انا اقصد للأمانة صوته كلش ممتاز مقارنة بالفئة السعرية. ذكرت تجربة الاستمتاع بالصوت 100%، لازم نذكر تجربة المشاهدة. شاشة 6.71 بوصة باستحواذ 83% تقريبا من الجسم الكلي، وب 500 نتس او شمعة، بس مو طبيعي لما تكون IPS LCD HD بلس وبتردد 90 هرتز. بس للأمانة مو كل شيء بيرفكت، بحيث تلاحظ البزرز او الحواف هنا مو طبيعية، مستحوذة على نسبة كلش كبيرة من الشاشة. بس الشيء المرضي انه الفئة السعرية شافعة البوكو بهاي السالفة. للأمانة $79 وتعطيني هيك شاشة فراح أركض عليها 100%. هذا الكومبو كله يترابط ويا المعالج اللي يجي من ميدياتك الجي 36 بمعمارية 12 نانومتر، واكيد مباشرة ويا الاندرويد 14. كومبو مو مثالي ابدا، يعني هيك معالج راح يمشي بالوظائف التقنية الخاصة بهيك جيل من نظام الاندرويد، يعني تصفحك تنقلك بين التطبيقات ما عليه اي غبار ابدا. بس للامانة متلكئ بشكل فعلي بالرسوميات والالعاب بشكل خاص. روح للببجي على اقل اعدادات يا دوبك 24 فريم دا يطلع لك، وحتى العاب ثانية. فيمكن محبين الالعاب التفاعلية ما راح كلش يستفادون، الا اذا كنت تحب العاب ال2D، واللي اقول من الممكن انه كانت تجربه كلش حلوه وممتعه. هالعتاد كله مترابط ويا ال4 جيجا رام وال128 ذاكره عشوائيه، والحلو من المستحيل تحصل اي جهاز بهيج فئه سعريه يعطيك ذاكره 128 جيجا بايت. ترابط كلش حلو. بس شنو رايكم اذا اقول لكم بطاريه الجهاز راح تجي بسعه 5000 ملي امبير؟ اي نعم، 5000 ملي امبير على جهاز بسعر $79. في كلش محترم من بوكو، وهذا هو تصوير الجهاز بالكاميرا الاماميه. اي نعم، انتقاله للكاميرات وبكل امانه شيء جدا جدا محترم من بوكو. لما شركه تعطيك معالجه بالذكاء الاصطناعي على الكاميرا الاساسيه بدقه 8 ميجا بكسل، واللي راح تتوقع نتائجها مو حلوه، بس بكل امانه النتائج كانت تخبل. يعني قاب قوسين بوكو ما خلى اي سنسر او عدسه تكون من الفئه الرخيصه. بس خلي ببالك تركيزك كلش مهم يكون على الاضاءه، فاذا كنت انت شاطر بالاضاءه فانا متاكد راح تجيب صور كلش ممتازه. الحكي نفسيته ويا الكاميرا الاماميه اللي تجي بدقه 5 ميجا بكسل، بس هنا اضافه للاضاءه لازم تركز شويه على تثبيت العدسه. بالاخير العدسه ما بيها مثبت بصري، فلازم تعتمد هنا على ايدك خويا. عموما الكاميرات هنا اعتماديتها بشكل كلش بسيط مو بشكل احترافي، وهذا هو التصوير بكاميرا السيلفي. طبعا نهاية بمحتويات العلبة، واللي راح يجي وياها شاحنة بقدرة 10 واط، واللي اشوفها مزعجة جدا خاصة كشحن يكون كلش بطيء. فلو كانت 15 واط كانت راح تكون ممتازة، خاصة نقدر نقول شحن اعتيادي، واكيد مع كتيب التعليمات. وهاي كانت مراجعة البوكو السي 61 بشكل كامل. اللي مفكر يشتري هذا الجهاز فلازم يخلي بباله شغله كلش مهمة. هذا الجهاز يستخدم استخدام ثانوي اساسي اذا كان عندك عمل حر، مثلا عمل كل صعب، حداده، نجاره، وتحتاج جهاز يشد وياك. وحتى لو صار له شيء انت ما تحس بالذنب، بالاخير هو جهاز سعره كلش مناسب ورخيص، وحتى تقدر تدز هديه او حتى طفلك. ولو انا ضد سالفه الاطفال اللي يشيلون الموبايل، بس المهم اصدقائي الى هنا انتهت المراجعه بالكامل، وان شاء الله الفيديو عجبكم. اذا عجبكم يعني بشرفكم قدرون اللايك اذا عجبكم، وان شاء الله عجبكم. بالاخير دمتم بعنايه الله ورعايته، وان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني.